انت مين وبتعمل ايه هنا؟ ساعديني يا بنت الناس، انا بموت. ايه مالك؟ بتصاب وبنزف من الصبح. يا خرابي، وانا هعمل لك ايه؟ انت لازم تروح عند اي دكتور يعالجك. لا حكيم، لا هيقتلوني. يا مصيبتي، انت هربان من ايه ومهبب ايه وهيقتلوك ليه؟ يا بنت الاصول، انت هتسيبيني اموت وانت عمالة تسألي؟ لا، بس انا مش عارفة اساعدك ازاي. انا لو رحت فوقت اخويا مراته هتطين عيشتي. طيب عندك بوتاجاز هنا؟ لا. اه عندي هنا مع الكراكيب. طب هاتيه وجيبي معاه سكينة. يا مصيبتي، طب عايز سكينة ليه؟ صبرني يا رب. يا بنتي اعملي اللي بقولك عليه، انا بموت. طيب اطلب بقى، انت عايز ايه؟ عايزك تسخني لي السكينة على عين البوتاجاز جامد جدا وتجيبها لي. اهي السكينة وسخنتها. هتعمل بيها ايه بقى؟ مش انا اللي هعمل، انت اللي هتعملي. وانا هعمل ايه بقى؟ هتطلعي الرصاصة من دراعي. انا؟ لا لا، ما اقدرش. روح عند اي دكتور. بص هناك كده بعد بيتنا، عند الطريق في بيت فيه دكتور. روح اتعالج عنده. يا بنتي مش هقدر، قلتلك هيقتلوني. بصي يا بنت الناس، ساعديني والله مش هتندمي. ربنا امر بالرحمة، ما بالك بواحد عمال يموت قدامك. بس انا ما بعرفش والله. حاولي طيب، انا حياتي بين ايديكي. بصي انت هتطلعي الرصاصة واكوي الجرح كويس بالسكينة. فهمتي؟ بس انا خايفة والله. ما تخافيش بالله عليك يا بنت الناس. انا مراتي وابني لوحدهم ومش عارفة هيحصل لهم ايه. خلاص هحاول، بس انت وريني اعمل ايه بالظبط. بس حاول انك ما تطلعش صوت خالص. اكتم صوتك على قد ما تقدر. خلاص ماشي. وبعدين حطيت السكينة في دراعه بكل خوف وطلعت الرصاصة، وهو كاتم صوته على قد ما يقدر. وبصيت له بسعادة وقالت له: طلعتها طلعتها. وببص عليه لقيته تعبان قوي. قربت منه عشان تحس نبضه، وقالت: الحمد لله لسه في النفس. ومسحت له عرقه وقالت: يا رب الصبح طلع، انا هعمل ايه في المصيبة دي؟ هخليه هنا ولا اعمل ايه؟ يا رب ساعدني. انا هخليه في مخزن الكراكيب لحد ما يفوق، واطلع قبل ما حد يحس بيا. وروحت بسرعة على البيت عشان تجهز الفطار لاخوها ولمراته عشان يروحوا الشغل، وعلشان عيالهم تروح المدرسة. وبعد ما ودعت عيال اخوها للمدرسة، راحت له هو بسرعة، ولقيته تعبان جدا. يا رب ده سخن جدا، اعمل ايه بس؟ وراحت على اوضتها بسرعة ولقيت الحقنة اللي بتديها لعيال اخوها لما بيكون الحرارة عندهم عالية. وهي اتعلمت اللي هي تدي حقن عشان والدتها كانت تعبانة قبل ما تتوفى. وادته الحقنة بسرعة، وعملت له كمادات عشان الحرارة تنزل شوية. وراحت على المطبخ بسرعة تعمل له أكل قبل ما يصحى. وبتبص من الشباك ولقيت البيت متحوط باتنين رجالة. انتوا مين وعايزين ايه؟ صاحبنا متصاب وبحالة وحشة قوي، ولقينا العربية بتاعته قريبة من هنا، قلنا يمكن شفتيه. لا يا اخويا، ما شفتش حد. وبعدين يا اخويا، انا بنت لوحدي في البيت، ومش حلوة وقفتكم كده، واخويا مش موجود دلوقتي. لا مؤاخذة، احنا اسفين، هنمشي، بس لو شفتيه اتصلي بينا على الرقم ده. هو انت مش قلت صاحبكم متصاب؟ ايوه متصاب. يبقى اكيد لو حد لقاه هياخده عند الحكيم عبده، بيته هناك بعد بيتنا بشوية على الطريق. متشكرين. العفو يا اخويا. الحمد لله انها عدت على خير، دول مش رجالة، دول بهايم. طول بعرض يا مسبتي، انا كمالي ومال المشاكل دي. انت فقت؟ قوم كلك لقمة رم بيها عظمك بقى.
متشكر يا بنت الأصول، وقفتك معايا دي مش هنساها أبدا والله. لا ما تقولش كده، الناس لبعضيها يا أخويا. بعدين أنا عايزة أقولك على حاجة بس ما تخافش. اتفضلي. هما في شوية بهايم، قصدي رجالة، جم يدوروا عليك. اه ما أنا شفتهم وسمعت كلامك معاهم. والله معاك حق إنك تهرب منهم، دول شكلهم يخوف قوي. بس أنا ما هربتش على فكرة، أنا متصاب وجريح، وهم معاهم سلاح والكترة تغلب الشجاعة. بس كده يعني مش أكتر. معلش أنا مش قصدي أزعلك والله يا أخويا مني. ما حصلش حاجة عشان أزعل، بس انتي بتعرفي تكدبي كويس. أنا لو ما كنتش هنا أنا نفسي كنت هصدقك. اه شفت خليتهم يبعدوا عن بيتنا ازاي. انتي فخورة قوي انك بتعرفي تكدبي. لا ما هو انت بقى مش عارف حاجة، في كدبة بيضة. انا بكدب مرات عشان ولاد اخويا امهم ما تضربهمش، واوقات عشان ما تتعصبش عليهم. بس الكدب كدب مهما حصل، وعلى فكرة الكدب حرام. بس امي قالت لي لما تكدبي عشان تساعدي حد وتنقذي حياته تبقى كدبة بيضة، وربنا بيسامحنا عليها عشان نيتنا بتبقى خير. بس انا ما بحبش الكدب. يو يا عم، انت عايزني اروح اندهلهم واقول لهم تعالوا الراجل عندي هنا؟ كانوا هيقطعوه. لا لا، وعلى ايه يا بنتي؟ انا بتكلم عشانك اصلا. متشكرة، بس انا بكدب كدبة بيضة وما بأذيش حد بيها. انت زعلتي؟ انا بهزر معاكي. يا سلام، انت بتهزقني ومش عايز نزعل؟ يا نهار اسود. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك خضتيني؟ مرات اخويا هتبهدلني لو رجعت وما لقيتش الاكل جاهز. انا رايح احضره وانت قومي اتغدى بقى. طب استني عشان عايزه اقولك على حاجه. عايز ايه بسرعه والنبي عشان الحق؟ عندك موبايل؟ لا ما عنديش. ليه؟ اه افتكرت، استنى. ابن اخويا عنده واحد وبيديهولي العب بيه بالليل لما بيجي ينام. طب هتقدري تجيبهولي؟ اه هحاول بس مش دلوقتي عشان خدوه معاهم. واه صحيح انا مش هقدر اجي اطمن عليك لحد بالليل اما يناموا. انت عندك علبة المية، ودي كيكة كنت عاملاها امبارح للعيال، ودواء المسكن حطاهولك هناك، ولو حسيت بحاجة وجعاك. سلام دلوقتي بقى عشان احضر الاكل عشان انا مش ناقصة مشاكل. ايه كنت نايم وصحتك؟ لا فايق بس مليت من القعدة هنا، مش متعود. معلش كلها كام يوم وهتبقى زي الحصان. انت اسمك ايه ما قلتليش؟ فتون، اسم فتون. وانت؟ اسم جميل او رقيق. متشكرة. انا اسمي صقر الشرقاوي. اقدر اسألك ايه هي حكايتك وهربان من ايه؟ هقولك بس مش دلوقتي. انت متعلمة؟ لا ما اتعلمتش، انا خلصت متوسط بس. ليه؟ عشان امي وابويا قالوا البت ملهاش بالعلام، واخرتها على بيت جوزها وعيالها. انت عندك كام سنة؟ عندي 18 سنة. وما اتجوزتش ليه لحد دلوقتي؟ لا ما هو انت ما شفتش العرسان عليا كده اهو. بس اخويا قال لي ما ينفعش اتجوز دلوقتي عشان خاطر عياله، ومراته مدرسة وبتبقى مشغولة طول الوقت. وانتي عادي ما عندكيش مشكلة في الكلام ده؟ اه عادي. انت ما قلتليش بقى انت عندك كام سنة؟ انا يا ستي عندي 32 سنة، متجوز وعندي ولد جميل جدا. ربنا يخليهم لك يا رب. اه فكرتيني، جبت الموبايل معاكي؟ اه جبتهولك معايا. خد اهو بقى كلمهم. بجد مش عارفة اقولك ايه، متشكر وربنا يقدرني ويردلك الجميل. يا اخويا وانا عملت ايه؟
ربنا بعتك ليا عشان ليك عمر، احمد ربنا يا اخويا. الحمد لله. مالك يا اخويا؟ فيك ايه؟ مالك زعلت كده ليه؟ شفت ايه؟